السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب كده تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا. قبل بقى ما ندخل على الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل مع بعض المفتقة بطريقة سهلة جدا جدا، وإن شاء الله هقولك تظبيط السوا بتاعت المفتقة وتطلع معاكي مظبوطة ازاي. تمام. مقاديرها سهلة جدا، امشي معايا بالخطوات وإن شاء الله هتعملي أحلى مفتقة. طبعا مفتقة مغذية جدا جدا لينا ولأولادنا. هنا بوريكي القوام بتاعها، قوامها جميل جدا ما شاء الله. كده كمان ما كانتش بردت معايا، يعني كده كانت دافية. لما تتقل كمان، لما تبرد كمان هتتقل عن كده. طيب أنا معايا مقدار 2 كيلو عسل. 2 كيلو عسل هضيف ايه بقى في الحلة؟ نص كوباية زيت، وزيت هنا يكون نقي بدون أي ريحة، زيت يكون حلو. نص كوباية زيت هضيف عليهم معلقتين كبار مليانين دقيق. معلقتين كبار مليانين دقيق. هشوح بقى الدقيق لمدة نص دقيقة. تشويحة كده ايه، الدقيق بس ايه يدي لون ايه اصفر، حاجة بسيطة جدا يعني. هنزل بقى على الدقيق بايه؟ بكوباية الا ربع سوداني وكوباية الا ربع سمسم. عايزة تضيفي نص كوباية سوداني ونص كوباية سمسم مفيش اي مشاكل، بس انا بحب المكسرات فيه ايه كتيرة يعني. فهنا كوباية الا ربع سوداني. طبعا هشوحهم مع الدقيق الاول تشويحتين تلاتة، كل حاجة تحطيها يعني تقلبيها ايه يعني ايه، حاجة بسيطة يعني، مش ما تطوليش في التشويح قوي يعني. هنا التشويح دوت علشان خاطر لو في اي رطوبة في الدقيق او في السوداني او المكسرات بت ايه بتروح، وغير كده بتدي تحميصة بسيطة ايه ليهم. طبعا نزلت بالسمسم بردك هشوحهم ايه لمدة ايه نص دقيقة. شوحت بقى السمسم والسوداني، هنزل بقى بمعلقتين كبار حلبة مرة. معلقتين كبار حلبة مرة، معلقتين مليانين حلبة مرة، تمام. وهنزل بمعلقتين كبار حلبة مغات او مغات. المغات كمان يفضل، كمان بيبقى طعمها حلو اكتر من حلبة المغات في المفتقة. كل الحاجات دي بتجيبها من العطار، وعطار يكون حاجته حلوة ويكون السحب عليها ايه كتير، يعني ما يكونش حاجة مركونة عنده. فتجيبي من العطار حاجته نظيفة. يبقى معلقتين كبار حلبة مرة ومعلقتين كبار مغات او حلبة مغات. هشوحهم بردك، تمام. وهنزل بقى بالعسل. هنزل ب2 كيلو عسل. لما تيجي تعمليها او يعني ايه، الكيلو هيكون قليل يعني، مش هيكون كتير. لو عايز تعملي كيلو مفيش مشاكل، بس اقصد طالما هتقفي بالمره اعملي 2 كيلو اقل حاجه. طبعا عايزه تزودي بقى تزودي الكميه اكتر من كده مفيش اي مشاكل. نزلنا بقى بال2 كيلو عسل، تمام. ولما تيجي تقلبي بقى، او ما تحطي العسل اول ما تيجي تقلبي تقلبي في اتجاه واحد، وايدك على طول في ايه في العسل. اللي وصل بقى لحد هنا يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. متنسوش بقى اللايك من ايديكم الحلوه واشتراك في القناه. هنا حطيت العسل والاتجاه ايه هتقلبي في اتجاه واحد زي ما قلت. هستنى بقى اوحش ايدي، وهستنى اول غلوه. اول معايا ما يغلي اول غلوه هتلاقي فار كده زي اللبن لفوق. بعد ما يغلي اول غلوه وهوريها لكم دلوقتي. هحسب بعد اول غليان، هحسب على الساعه 5 دقايق. بعد ما يغلي اول مره يعني هحسب 5 دقايق وهطفي النار. انت هتلاقي العسل معاكي خفيف وانت بتقلبيه، حتى يعني بعد ما تقفلي بعد 5 دقايق بعد الغليان هتلاقي العسل معاكي خفيف. هو بيبقى خفيف كده ما تخافيش. هو لما بيبرد خالص هيقعد ساعة قبل ما يبرد مثلا، هتلاقي بقى القوام بتاعه بقى مفتقة معاكي. وفي حاجة صح، احنا هنقول هتحسبه 5 دقايق بعد الغليان. أربع لما تيجي الدقيقة التالتة أو الرابعة هتضيفي عصير نص ليمونة أو ربع معلقة صغيرة ملح ليمون. ملح ليمون أو عصير الليمون، حاجة من الاتنين يعني تضيفيها. ده عشان مادة حافظة، عشان كمان العسل معاكي ما يسكرش. ويا ريت هنا نوعية العسل هنا تكون نوعية حلوة، تكوني جايبة عسل كده تقيل وحلو. هيفرق معاكي على فكرة في المفتقة جدا. يبقى ضفت هنا ربع معلقة صغننة خالص ملح ليمون، او ضيفي نص معلقة ليمون لو ما عندكيش ملح ليمون. انا وريتكم القوام كان خفيف جدا على النار، ما تخافيش سيبيه، هو هيتقل بعد كده. ما تقوليش لا ده انا هسيبه مدة اطول. لو سبتيه مدة اطول عن كده هيبوظ معاكي. انا قلت لك لو سبتيه مدة اطول عن كده، هي 5 دقايق بعد الغليان على نار عالية، وايدك على طول ايه بتقلب فيه.
بس كده بردت معايا وهتاكلي احلى مفتقه من ايديكي يا ست الكل. طبعا المفتقه بتتعمل ليها بالحبه الخضراء. طبعا دي ايه صعب شويه لما تلاقيها، يعني هي نفس الطعم ما تلاقيش، بس امشي بالمكونات بالظبط. بس كده ان شاء الله كده تعملوها وتنبسطوا بيها باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. يلا ان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده، واسيبكم في رعايه الله. مع السلامه، سلام عليكم.